السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير، واهم حاجه انكم تكونوا في كامل قواكم العقليه. اذا كنت عايش في هذه البلاد وباقي في كامل قواك العقليه فراك مخير. الشركه ديال دانون اصيل دارت واحد المسابقه اللي هي انك خصك تجمع 4 ديال الاغلفه ديال دانون. هاد 4 ديال الاغلفه ديال دانون فيهم 4 ديال الحروف اللي هما الالف والصاد والياء واللام. الا جمعت هاد الاغلفه باربعه غادي تديهم للشركه وغادي يعطيوك الجائزه الكبرى اللي هي كاس ديال الذهب، حتى تلقى الحرف ديال الياء بعدا. الحرف ديال الياء هو الجوكر، ماشي الجوكر، هو واحد الحلم ما يتحققش. تقدر تحقق لك اي امنيه في هذه الحياه هذه كامل الا باش تلقى ذاك الحرف، لحقاش ذاك الحرف اصلا ما كاينش. والحاجه اللي ضحكتني ان المغاربه كاملين تقريبا وخصوصا صناع المحتوى، هل اللي شرى 10، هل اللي شرى 50، هل اللي شرى 100، هل اللي شرى 1000 بحال فاروق لايف وما تلقاش الحرف ديال الياء. وانت اللي مشيت شريت 4 ديال الحبات باغي تلقى فيهم 4 ديال الحروف مسقدين. انت هو ما عرفتش واش انا هو الواحد اللي مازال ما شريتش هاد دانون ديال الاصيل وما مسوقش كاع المسابقه كاع، لحقاش عارف غادي غنعذب راسي وفايت لي تقولبت هذه شحال بعدا في بحال هاد المسابقات. ونفس المسابقه تقريبا كانت دايرها الشركه ديال دانون ورايبي جميله. والشروط ديال المسابقه انك خصك تجمع 4 ديال الاغلفه اللي فيهم الشارجور والصاك ولا سوري وبيسي. داك البيسي هو الجوكر، بحالو بحال الحرف ديال الياء، ما تلقاهش واخا تكون الفجر ما تخطاهش. بحال من تكون تيري على الطياره بالحجر باش تقيسها، واش تقيس الطياره بالحجر. وانا ديك الوقيته كنت صغير وكنت مضروب على بحال هاد الصوالح. ملي بدات ديك المسابقه وانا نشري في رايبي، وليت غير داك الدور اللي نشده نشريه رايبي، بقيت نضرب في رايبي، نضرب نحيد هاد الغلاف نلقى فيه الشارجور، نحيد الغلاف الاخر نلقى فيه الصاك، نحيد الغلاف الاخر نلقى فيه لا سوري. داك البيسي بعدا واش لقيته، واخا هكا ما فقدتش الامل. اكثر من كانوا يديروا دوك الاشارات ويبينوا واحد ربح بيسي ويقول لك راه بقات غير واحد 1000 بيسي. يا المهم ديك الفلوس كامله اللي ضيعتها على رايبي لو كان جمعتها لو كان راني شريت بها بيسي وتهنيت. تفكرت واحد المسابقه اخرى ديال طورتي نينجا ولا دراغون بول. الشروط ديال المسابقه هو انك خصك تشري واحد الالبوم على داك مول المحل. داك الالبوم خصك تعمره بالتصاور. دوك التصاور ما غادي تجيبهم من المسكه، يعني غادي تحل داك الغلاف ديال المسكه، غادي تهز ديك التصويره غادي تلصقها في داك الالبوم باش تربح الجائزه الكبرى. عيش مغامرات بومي وتورتو نينجا. عمر الألبوم بالملصقات وارسلوا لصندوق البريد 2655 عين سبع الدار البيضاء. العديد من الهدايا في انتظارك، مئات كاسك بلوتوث وام بي 4 واكس بوكس لل50 الفائزين الاوائل. المهم خصك تعمر داك الالبوم كامل بالتصاور، وغادي تبقى لك تصويره وحده اللي هي الجوكر. ديك التصويره والله ما تلقى زهرك وما تلقاش ديك التصويره، بحال راك تيري على الطياره ماشي غير بالحجر بالقطن. وانا كنت واحد الشخص طموح، كان عندي امل باللي انني نقدر نربح. بقيت نمدغ في المسكه لعل وعسى انه يمسك عليا الله تعالى ونلقى داك الجوكر. ولكن اخوتي للاسف ما لقيتش ديك التصويره ديال الجوكر. نصبوا عليا ونصبوا علينا كاملين اخوتي، ومن ديك الوقيته وانا فاقد الامل في هذه البلاد هذه. المهم انا واش غادي نقول لكم، وكلت عليكم الله تعالى. المهم هنا نقدروا نكون وصلنا لاخر فيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تنساش خلي معك شي لايك وتشترك عندي في القناه، ونتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.